هل سمعت عن فرضية الزمن فائق الميوعة؟ نحن نعيش في ثلاثة أبعاد 3 dimension، لكن في إحدى الفترات جاء أينشتاين أضاف بعد رابع، بعد آخر للمعادلة، الزمان. أصبحنا نعيش في عالم رباعي الأبعاد 4 dimension. بعد ذلك أضاف أينشتاين فكرة أخرى، وهي أن الزمان والمكان في الحقيقة هما شيء واحد سمي بالزمكان. وكان تفسير أينشتاين للجاذبية هي أنها ليست إلا انحناء في نسيج الزمكان. ومن هنا جاءت فرضية غريبة جدا تقول بأن الزمكان في الحقيقة هو عبارة عن مادة فائقة الميوعة. لكن هنا سؤال: ما معنى ميوعة فائقة؟ الميوعة الفائقة هي حالة من حالات المادة تأخذ بها بعض السوائل خواص نادرة، ومن ضمن هذه الخواص النادرة ما يسمى بالغياب التام للزوجة، والتي تصل إلى الصفر وتصبح المادة في سيلان لا نهائي. وإذا كان الكون يقوم بالدوران، فالزمكان فائق الميوعة سيشتت ضمن دوامات. ويفترض بعض العلماء على أن الكون نشأ من بقايا نجم ميت، حيث تجمعت مادة النجم الميت مع مادة الفضاء فائقة الميوعة، وقامت بنشر الطاقة المظلمة، ومسببة بذلك قوة تنافر رهيبة أدت إلى توسع كوني وتصارعي. وهذا التصارع لم ينتهي إلى اليوم.